اهلا بيكم ومراجعه سريعه كده لحلقات مسلسل ما ترى ليس كما يبدو. انا اتفرجت على حوالي 13 حلقه اللي هم اول حكايتين واول حلقتين من الحكايه الثالثه. سريعا كده بالنسبه لي من الايجابيات بتاعه المسلسل انه جديد في طريقه الطرح. يعني احنا متعودين على النوعيات دي من الطرح في المسلسلات الاجنبيه، ومنها مثلا الاشهر مسلسل اسمه بلاك ميرور، واحد من الايقونات في المسلسلات الخياليه شويه اللي فيها خيال علمي وفيه طرح غريب على مستوى الفكره وعلى مستوى القصه وعلى مستوى الحبكه والنهايه. فده كان جديد بالنسبه لانتاج من انتاجات كي ميديا كريم ابو ذكري، لان اغلب الانتاجات كانت ترفيهيه لايت كوميدي خفيفه جدا. فده من المسلسلات اللي كانت عميقه شويه في الطرح بتاعها على مستوى القصص اللي بتتقدم. فكره تنقل الحكايات او تغير الحكايات وتغير الابطال ده يعتبر من اقوى ايجابيات المسلسل، انك مش بتمل. انت ممكن تتفرج على اي مجموعه حلقات لاي قصه مع تغيير الترتيب، وده برضو ستايل اجنبي او امريكي شويه ما كناش احنا متعودين عليه. احنا متعودين على الحلقات 15 او 30 بشكل مباشر، لكن انك تقصقص الحلقات او تعمل لها كاتيجوريز كل مجموعه حلقات بمجموعه نجوم ده برضو جديد. لكن من السلبيات بتاعه العمل اسمه. انا للوهله الاولى انا ما كنتش متابع ان في مسلسل اسمه ما ترى ليس كما يبدو، وما كنتش متابع حتى التريلرز بتاعته او التيزرز اللي نزلت على الانترنت. لكن اول ما لقيت المسلسل فيه عليه رواج وكلام كتير بدات ان انا اتفرج عليه. المعنى نفسه او الاسم نفسه بتاع المسلسل غريب شويه، ولما شفت اللوجو بتاع كي ميديا او كريم ابو ذكري شركه الانتاج المعروفه توقعت انه كوميدي. الاسم نفسه غريب، يعني حتى بيفكرني بفيلم اللي كان بيعمله محمد سلام واحمد فتحي وبيومي فؤاد، اللي هو حينما يقع الانسان في مستنقع افكاره تكون النهايه او حاجه كده، اللي هو اطول عنوان لفيلم سينمائي في تاريخ مصر. اعتقد حينما يقع الانسان في مستنقع افكاره تحدث الكارثه او حاجه زي كده. فبرضه كان العنوان ده سبب في ان الفيلم هبط سينمائيا، لان محدش استوعب العنوان الطويل قوي ده. نفس الموضوع بالنسبه لمسلسل ما ترى ليس كما يبدو، هو العنوان يركب على كوميدي ويعني يمشي مع الخط بتاع شركه كي ميديا في الانتاج الكوميدي، لكن ما يمشيش مع حكايات فيها نوع من انواع الخوف، نوع من انواع الرعب، نوع من انواع الخيال العلمي. وكان من رايي الشخصي ان ممكن نختار اسم من اي مجموعه من مجموعات الحلقات يكون هو العنوان، وكان هيمشي كويس جدا. يعني توقيت 2028 كويس جدا، انت وحدك كويس جدا، ويدي اطار معين حلو للمسلسل. لكن الى الان المستوى العام للحلقات جيد، لكن برضو من السلبيات فكره التركيز على الخط الزمني او السفر عبر الزمن. الفكره دي بالنسبه لنا هنا في العالم العربي او الشرق الاوسط عموما ما حدش بيركز معاها كتير. يعني ممكن يركزوا مع فكره الجن والعفاريت، عشان كده في مسلسل اسمه جمجوم وبمبم بتاع محمد سلام ومحمد عبد الرحمن توته من الانتاجات بتاعت شاهد، وكان مسلسل ناجح جدا بالمناسبه ارشحه ليكم. فكره العفاريت، فكره الفيلم بتاع يانا يا خالتي بتاع محمد هنيدي لو كان بيتكلم برضو عن العفاريت وبيحضر الجن فالافكار دي بتستهوي المتابعين اكتر من فكره السفر عبر الزمن وفكره التقدم بالزمن والتاخر بالزمن وفكره الفلاش باك. دي كانت من الحاجات او النقط السلبيه شويه، لان هو مسلسل موجه لمجموعه معينه من المتابعين او الناس اللي بتتابع حاجات هاي قوي على مستوى الانتاج الامريكي، نتفليكس او HBO او هولو او بيكوك او غيرهم. لكن بالنسبه للجمهور العام تقيل شويه. والسلبيه الثانيه زي ما قلت ان العنوان بتاع المسلسل ما كانش مقرب الصوره بشكل كويس، وكان اقرب للكوميدي منه لمسلسل فيه خيال علمي او فيه سفر عبر الزمن وغيره. الى الان بالنسبه لي افضل مجموعه حلقات هي المجموعه الاولى اللي هي بتاعت احمد خالد صالح و مش متذكر اسمها البطله اللي كانت موجوده معاه. هو كان شاطر جدا، وفكره ان هو يكون مصور جرائم الحاجات دي برضو بتكون بتستهوي الجمهور شويه، وفكره ان هو طول الوقت الحاله النفسيه بتاعته هو كان متقن جدا ليها. دي كانت من افضل مجموعه حلقات بالنسبه لي. تليها المجموعه الثالثه اللي هي انت وحدك بتاع طارق عماد. لحد دلوقتي انا تابعت اول حلقتين وهنعمل مراجعه ثانيه لباقي حلقات المسلسل. تقييم مجموعات الحلقات او المجموعتين الاولانيين من المسلسل لحد دلوقتي حوالي 5/10، لحد لما نكمل باقي المتابعات ونعمل مراجعه ثانيه عامه على المجموعات الباقيه والمجموعات الكامله بتاعه مسلسل ما ترى ليس كما يبدو. شكرا لكم.